السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم العكاوي اللي بطريقة سهلة قوي وجميلة هتعجبكم جدا. بيبقى طاجن ليه قيمته الصراحة بره كده في المطاعم، والسعر بتاعه عالي شوية. ان شاء الله هنعمله احنا بطريقة سهلة هنا كده. هو انا غسلته ماشي. مسكت عندي بصلية زي ما انتم شايفين كده، مخرطاهم حلقات عادي. ده ايه زي هيبقى تتبيلة كده. ماشي، العكاوي بتاعتنا اتغسلت زي ما انتم شايفين، بصوا الجمال بتاعها ان شاء الله. بيقولوا عليها عكاوي، يقولوا عليها العصايص، يعني زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. عندي هنا ممكن معاكي وحدتين حبهان، رشة فلفل، وحدتين ورق لورا، رشة ملح صغيرة، دول بقدونس صغنن جدا، ما انتش عايزة بلاش. ماشي، بس دي زي تتبيلة كده. ماشي، هنمسكهم كده ندبلهم كويس زي ما انت شايفين معايا. ان شاء الله ريحتها جميلة جدا. اوكي، الريحه طالعه، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. الورق لورا واتنين حبهان برضو زي ما انتم شايفين، والله ريحتها هتتاكل نيه. ماشي، ديت العصايص، العكاوي، اللي انتوا عايزين تقولوا عليه قولوا عليه. ماشي، معايا الخضار ده هقول لكم عليه دلوقتي هنعمل ايه. زي هنا جزر وكوسه وفاصوليا هخرطهم مكعبات، بس ده بعدين خالص. احنا دلوقتي ده كده متبله اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ معلقه سمنه هنا، زبده بلدي اي حاجه او سمنه عاديه مفيش مشكله. طبعا دي العكاوي بتاعتنا اهيت، العكاوي بتاعتي اهيت اللي انا مدبلاها دلوقتي حالا. شايفين الحركات والتفكيك، الريحه كده لوحدها بتتاكل ايه ان شاء الله. خلاص، خلينا بقى الاثنين كده اهو. الله على الجمال، الله. هنديها ميه مغليه. طبعا هنعمله احلى طاجن النهارده. ماشي، شويه على النار كده، واحط عليها ميه جنب السخنه اهي، ونقوم نحطها عليها تستوي، وبعدين نعمل الطاجن بتاعنا. طبعا العكاوي بتاعتنا زي ما انتم شايفين، واو، زي ما قلت لكم نديها صدمه كده على النار بمعلقه السمنه. من الحركات جميله. معانا طبعا ميه غاليه اهيت، هننزل عليها بميه مغليه. انتوا شايفين كل حاجه جميله كده. كل ما ايه لحد ما تستوي معانا نحطها في الطاجن بتاعنا بقى، واوريكم هعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا احنا النهارده عملنا العكاوي بتاعتنا بشكل جميل جدا. عندي هنا الكوسه والجزر والفاصوليا، واللهم صل على سيدنا محمد. التلات حاجات دولت اديتهم كده بصلايه حلوه كده، هم محتبره كبيره كده، واديتهم تسويخه على النار بمعلقه سمنه. ماشي، بحيث لما احط الخضار ما يبقاش ني. هناخد شويه من الخضار بتاعنا كده اهوت، الفريش الجميل ده الجميل، حركات واحتكات. اديت حبه صغيرين جدا من الشوربه، بحيث ان هي ايه سكايه كده، ايه الخضار ما يبقاش ني معاكي. ماشي، زي ما شايفين. هنعمل ايه؟ طبعا انا معايا طاجن تاني عشان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللي بيقولوا عليها العصايص. نقول عليها ايه؟ العصايص بتاعتنا، العكاوي. شفتوا بالشكل الجميل كده اهو ترصرصي. طبعا انتوا شايفين ان عملتها ازاي، ودبلتها وديتها سلقه كده جميله كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هناخد الطاجن التاني برضو نفس الحكايه، الخضار بتاعنا كده اهو الجميل الفريش كده. بس الاكله دي هتبقى ايه، شطه نار النهارده، شطه نار. شايفين العكاوي بتاعتنا؟ عارفين يعني ايه العكاوي؟ يعني البقره بتاعتنا بناخد دي للجاموسه يا جماعه. متقربوش مني، دي تبقى جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنستنى كده. ماشي، وهنعمل ايه؟ ناخد برضو خضار. طبعا زي ما انتوا شايفين العكاوي بتاعتنا، انا قلنا هنحتاج الجرام التاني ده، لا مش هنحتاجه ان شاء الله. لقيتني كده مش محتاجاه، هنفضل ايه الخضار عليه كده اهو، يبقى طاجن واحد وخلاص. زي ما انتوا شايفين احنا كده حطينا ايه، نص العكاوي بتاعتنا من فوق ونصها من تحت. شايفين؟ المهم قوي في البرام دوت ايه، المهم جدا ان احنا نعمله عصير طماطم فريش زي ما شايفين كده اهو. يعني ايه،
3 4 طماطمات كده مش كتير. خلاص طبعا اللحمه العكاوي بتاعتنا مدينها لها سلقه كده على النار زي ما انتم شفتين عملتها ازاي. خلاص كده الطاجن بتاعنا خلاص. بس هنرص برضو ايه الصلصه بس تنزل تحت كده. الطماطم بتاعتنا واو عكاوي من الاخر يا جماعه. روحوا اشتروا الطاجن ده من اي مطعم تلاقيه مكلف وغالي جدا. ماشي ممكن مش عايزه تحطوا خضار كنت تحطي بطاطس بس انا فضلت ان انا احط خضار مغذي وحاجه كويسه زي ما انتم شايفين. بس كده هندخله الفرن ونطلع من الفرن اقدمه معاكم بالشكل الجميل. احلى عكاوي النهارده. يا سلام على الجمال والحركات والتكات والحاجه ايه جميله جميله يعني. شايفين العكاوي بتاعتنا وجمالها. ان شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.